في الساعات القليلة الماضية دقت مواقع التواصل الاجتماعي أخبار عن جريمة مأساوية، جريمة قتل داخل صالون حلاقة في حي نيزال. وليكن بعض التفاصيل حول الخبر. القاتل في جريمة حي نيزال يكشف أسباب جريمته، حيث كشفت التحقيقات بجريمة مقتل شاب أردني في منطقة حي نيزال بالعاصمة عمان تفاصيل وملابسات وقوع الجريمة. وبحسب التحقيقات الذي باشر بها مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى في الأردن، فإن المتهم بالقضية من متعاطي المخدرات، حيث أظهر التحقيق أن المتهم قام بطعن المقتول بأكثر من 20 طعنة بآلة حادة موس في مختلف أنحاء الجسم. وكشف المصدر أن المتهم اعترف أمام المدعي العام بارتكاب الجريمة بسبب تعرضه للتنمر والاستهزاء بشكل دائم من قبل المغدور، الأمر الذي دفعه للغضب وارتكاب جريمته. وأضاف المصدر إن التحقيقات أظهرت دخول المتهم القاتل إلى صالون الحلاقة في منطقة حي نزال، حيث كان يتواجد المغدور داخله، وقام بالهجوم عليه وتسديد أكثر من 20 طعنة أدت إلى وفاة المغدور على الفور. وأشار المصدر إلى أنه تم إبلاغ الأجهزة الأمنية على الفور، والتي حضرت إلى مسرح الجريمة وألقت القبض على المتهم. وبعد انتهاء جلسة الاستماع لأقوال المتهم، وجه المدعي العام تهمة القتل العمد له، مقرر توقيفه 15 يوم قابلة للتجديد في مركز الإصلاح والتأهيل على خلفية التحقيق في القضية، حيث جرى في المركز الطبي للطب الشرعي تشريح الجثة وتبين إصابتها بأكثر من 20 جرح طعني، منها إصابتين قاتلتين أحدهما في الصدر والأخرى بين البطن والصدر. وعلل التقرير سبب الوفاة النزيف الدموي الشديد في الصدر. وبكده كنا قلت لحضراتكم بعض التفاصيل حول جريمة القتل التي وقعت داخل صالون حلاقة في حي نزال بدولة الأردن. ده كان فيديو النهاردة، واشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.